بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. من بعد اللي حصل امبارح في ماتش الزمالك واتحاد العاصمة في آخر دقيقة، والسيناريو اللي لو جبنا واحد سيناريست يكتبه مش هيكتبه بالطريقة دي، ومن بعد الصريخ والفرحة تتقلب لزعل. فتعال نشوف الماتش كان ازاي. الماتش كتوتال معتمد جمال بيثبت كل يوم عن التاني اللي هو بفارق شاسع احسن مدرب في مصر، فارق شاسع ما بينه وما بين اللي بعده. بس هو لسه ما خدش بطولة، بس هو لسه ما عملش حاجة، بس هو بيلعب بفريق معاه 13 14 لعيب، بس هو بيلعب بلعيبة ال 14 لعيب اللي معاه من ضمنهم 2 لعيب مصابين، بس هو بيلعب بتشكيل هو غصب عنه بيلعب بيه وبيعمل اللي عليه، وهو منتظر حالة اللعيب تبقى ايه في الماتش ده. معتمد جمال امبارح عمل ماتش عالمي عالمي، لعب ماتش قدام اتحاد العاصمة عالمي. فعلا هو لعب وقدر يقرا تكتيك الراجل اللي قدام منه، وقدر يقرا اتحاد العاصمة هيلعب ازاي، وهو حط السيناريو قدام منه، اتفرج على الفريق ده كتير قوي وعرف هو هيلعب ازاي. هل الفريق ده فيه خطورة؟ لا، ولكن 1-0 نتيجة باردة، نتيجة غلسة، نتيجة اللي انت تقول ربنا يستر. هو ربنا يستر في كل الوقت، بس يعني دي فعلا تفضل تقول ربنا يستر، حتى لو انت كسبان 2-0 ربنا يستر ربنا يستر، لان جون واحد دخل كل سنه وانت طيب كل حاجه راحت. ف1-0 دي النتيجه الغلسه، يعني النتيجه بارده جدا. والسبب في كل ده قله تركيز في لحظه في ماتش مهم من لعيب انا مش عارف اقول عليه ايه. يعني بيجي يستهتر في وقت وبيجي يتوتر في وقت ما ينفعش فيه الاستهتار والتوتر. انت لاعب ماتش زي الفل، 90 دقيقة زي الفل، الماتش خلاص هينتهي، الماتش خلاص هيقرب، شايف الحكم مكهرب الماتش ومكهرب اللعيبة بتاعتنا، فانت بتطلع بكل تهور وبكل قلة مسؤولية وبكل سذاجة بتعمل جامب زي ده في منطقة الجزاء مع لعيبه شمال افريقيا اللي هم بيعرفوا يعملوا دايفنج، وبيعرفوا اللي هم ياخدوا بلانتي، وبيعرفوا اللي هم يتحايلوا على الحكم، وبيعرفوا اللي هم يمثلوا كويس. فانت بتطلع بعدم مسؤوليه منك وبقله تركيز وتوتر وضغط، انا مش عارف من ايه وايه سببه، من ساعه ماتش انبي ومن ساعه ماتش الاهلي وانت متوتر. انا ما اعرفش التوتر ده جاي لك منين، وهنا بتكلم على حسام عبد المجيد. انا عايز افهم، انت عيل صغير؟ يعني انت عيل صغير مثلا عشان احنا نفضل كل شويه ندلعك ونشتكك؟ حد هيجي يقول لي ما تهاجمهوش؟ لا، انا ما بهاجمهوش، انا بلومه علشان بعد كده يبقى كويس. اللي انا هاجمه ده اقول له انت زفت، انت زي الزفت والطين. انا دلوقتي انا عايز افهم، هل انت دلوقتي لاعب ناشئ؟ يعني في 21 22 كنا مستحملينك وكنا بنهاجمك عشان تتطور فتطورت، فانت دلوقتي نضجت، لعبت اكتر من 100 ماتش مع الزمالك، لعبت مع المنتخب، سافرت مع المنتخب، لعبت معك في كل الضغوط، لعبت تحت كل الظروف، كسبت بطولات. طب انت نعمل ايه معاك ايه تاني؟ يعني نديك الرضعه مثلا في بقك، ولا احنا نعمل ايه بالظبط؟ ما انا مش فاهم. حكايه بقى السوشيال ميديا اللي هو مضى للاهلي وبتاع كلام اهبل من لجان هبل، واحنا عارفين طبعا اللجان دي كلها تبع مين، واللي يصدق الكلام ده يبقى اهبل زيهم. حكايه اللي هو مضى للاهلي وعامل كلام طبعا متخلف عقليا. انا عايز افهم دلوقتي، انت دلوقتي جاي في اخر 4 مطوشه، اهم موسم ليك واهم موسم للفريق، وجاي تتوتر وجاي تركب ضغوط؟ يعني انت دماغك ديت فيها ايه بالظبط؟ لو انت عيل صغير ولسه ناشئ وطالع من الناشئين نقول ماشي، انما انت واحد خدت بطولات، خدت دوري وخدت كاس وخدت سوبر وخدت كونفدراليه
ولعبت قدام اعتق فرق القاره. ايه تاني طيب؟ يعني انت ايه تاني؟ كل دوت بسبب ايه؟ انا من وجهه نظري بسبب اسلام عبد المجيد اخوه. من ساعه ما طلع والصحفيين زحلقوه زي الجردل. هل حسام عنده عروض؟ هل حسام جاي له عروض؟ ده جاي له عروض من انجلترا، جاي له عروض من اسبانيا، جاي له عروض من البرازيل والارجنتين، جاي له عروض من كرواتيا، والولا عامل كده اهو. الولا مش قادر يتحمل الضغوط. انجلترا اصل مش عارف نادي مين في انجلترا، اصل اسبانيا نادي مين في اسبانيا. موسم لا لسه خلص، ولا في حد بيتفرج على حد، ولا في حد بيتابع حد. موسم اخره نهايته كاس عالم، يعني في كشافين كل الانديه بتروح، وده طلع زي الجردل اتزحلق مع الصحفيين الاهلاويه، عمال يقول لهم في عروض بسبب الكلمتين دول، وهو ما طلعش نفى. الكلمه مثبوته عليك، انت ما طلعتش نفيت ولا طلعت قلت اي حاجه. طالع في عروض، في عروض، في عروض، ده مش عارف نادي مين، نادي مين، نادي مين. ما تخرس وتتكتم، ما تخرس وتحط لسانك جوه بقك. وهنا بتكلم اخو حسام عبد المجيد، ما تحط لسانك جوه بقك. وقته دوت اللي انت تتكلم على عروض. عروض ايه دلوقتي اللي هتيجي بقى لاخوك يا اخويا؟ ها قول لي مين دلوقتي هيجي يشوف الهطل اللي بيعمله اخوك وهيجي يقول لك انا عايزه؟ يعني انا صوتي منبوح امبارح من الزعيق. انا من امبارح للنهارده الشيطان بطل يوسوس لي من الحاجات اللي انا فكرت فيها في حسام عبد المجيد. انا عايز افهم، انت كاخ، انت ليك اخوك بيلعب وداخل على اهم 4 مطوشه، تطلع تفضل تقول انا جاي لي عروض لاخويا ومش اخويا؟ طب اخوك زي الزفت دلوقتي، اطلع قول لنا مين اللي بيفاوض اخوك، او مين بيفاوضك انت عشان ياخد اخوك. اطلع بقى قول لنا دلوقتي في مستوى اخوك اللي زي الزفت، اللي احنا مش عارفين نعمل معاه ايه. يعني في ماتش سموحه الجمهور معلش معلش العب ما يهمكش. طب احنا نعمل ايه تاني يعني؟ نديله الرضا على بقه ونقول له معلش يا حماده بعد ما يضيع اهم ماتشين جايين؟ طب انت هتعمل ايه دلوقتي يا حسام؟ انت عايز تركز وعايز تاخد بطولتين يا ابني وتروح كاس عالم وتروح تحترف تتنيل تحترف بره، ولا انت عايز تعمل ايه؟ ولا انت بتضغط على الاداره عشان بدل ما تاخد 12 تاخد 15 و20؟ الاداره هتقدرك وهيعمل لك عقد كويس. طب انت عايز ايه تاني؟ طب نركز بقى شويه، طب نرفع الضغوط من علينا. عارف اللي فيه ضغوط وعارف اللي فيه توتر وده ماتش نهائي، بس انت في 24 عملت نفس النصيبه. يعني انت في 24 قدام نهضه بركان عملت ضربه جزاء والجول التاني منك من ضربه ركنيه برضك منك. طب احنا نعمل لك ايه طيب؟ انت ما تلعبش في النهائيات، بلاش النهائي تلعبه عشان انت تستريح واحنا نستريح. طب انت شايف ان الفرقه زي الزفت، سكواد زي الزفت، طب نعمل ايه؟ يعني احنا لو طلعنا لاعب ناشئ هنديله العذر، انما انت مش مدينك عذر بصراحه. ماتش الاهلي نزل متوتر، نزل خايف، ضغوط غير عاديه، انت شايلها مش عارف ليه بسبب السوشيال ميديا. انت عمال تفر واللجان عماله تشتغل عليك، وانت هنا هوت مش مركز. اقفل السوشيال ميديا بتاعتك يا اخي، طالما انت مش قد الضغوط اقفل السوشيال ميديا. ركز في الكوره وبس، ركز في الماتش اللي انت جاي وبس، وريح نفسك وريحنا. اقفل ودانك قول لاخوك اقفل ودانك شويه من ناحيه الصحفيين. اتصل باخوك قول له لو سمحت يا اسلام بلاش تتكلم مع صحفيين، بلاش تبقى زي الجردل، بلاش تتزحلق زي الجردل يا اسلام، عشان انا مش بركز. طبيعي واحد جاي له عروض من انجلترا ودوري انجليزي وحاجه واضواء ولمعه وشهره وهيتفرج وهيطلع في التلفزيون بقى في العالم كله. النفس لازم يفكر، لازم يطلع بره تركيزه. والله مش زعيق، زور وجعني امبارح. لازم يطلع بره تركيزه، لازم ما يفكرش في الماتش كويس، لازم يبقى متوتر. فاتمنى من حسام عبد المجيد، يا ابني انت قدامك ماتشين تكسب بيهم بطولتين، انت قدامك ماتشين ببطولتين، ركز فيه، اقفل التليفون.
ركز، صلي واقرا قرآن، اهدى، ريح نفسك، قول لاخوك لو سمحت ما تتكلمش مع صحفيين. انا مركز في الموسم ده، انا ناقص لي ماتشين عايز اخلصهم على خير. هنشيلك فوق دماغنا، بس اللي انت بتعمله ده غلط، غلط. انت امبارح كل اللي عمله معتمد جمال في الخمس ايام دول انت اخدته كده ورميته في الزباله بسبب غلطه واحده في ماتش. 2024 برضك كان نفس التوتر. انا مش عارف انت ليه تتوتر في المطوشه دي يا اخي، ده انت لاعب اكتر 100 ماتش مع الزمالك، طب هنعمل لك ايه تاني؟ انا مش فاهم. دي حاجه التانيه، هل الماتش العوده اتحاد العاصمه دوت صعب؟ اه صعب. النسبه مش بنسبه كبيره بس صعب، لان هو هيلعب نفس الجيم اللي انت لعبته هناك، هيلعب على التحولات وهم صراع اسرع منك. المهاجم بتاعهم ده سريع جدا، فهيلعب على التحولات، هينزل تحت الكوره. اضعف حاجه عندهم الباك الشمال بيلعب برجله اليمين، يعني مش على عدلته، يعني اخوان بسرعه يكلفته، والاتنين قلب الدفاع رايحين. الاتنين قلب الدفاع رايحين، ما لهمش اي لازمه، يتكل عليهم عيش بالهبل. يعني سيف الجزيري لو في حالته ينزل يجيب له جونين، ناصر منسي لو في حالته يجيب له جونين، ده لو في حالته بقى. يعني انا مش عارف، اخر السيزون اللعيبه بتيجي بايظه كلها، ناصر منسي راح والجزيري مش موجود وحسام عبد المجيد توتر وقله تركيز، انا مش فاهم فيه ايه. فتوح مستواه نازل، انا مش فاهم فيه ايه بصراحه. ربنا يستر، ان شاء الله هنكسب. نفس سيناريو 24، نفس سيناريو 19 بيحصل دلوقتي تالت مره. ان شاء الله رب العالمين الزمالك هيكسب، وان شاء الله رب العالمين هنكسب الكونفدراليه، وان شاء الله رب العالمين هنكسب سيراميكا، وان شاء الله نكسب الدوري، وان شاء الله هنفرح كلنا. باذن الله هنكسب، باذن الله هنكسب، باذن الله هنكسب. الماتش مش صعب، يا ريت التوتر. اتمنى من الجمهور، احمد عفيفي قال كلمه اللي هو بلاش الاغاني، انا بسميه الجمهور الكيوت. الجمهور الكيوت ما ينفعش، ما ينفعش جمهور كيوت معانا. الماتش ده لازم 60,000 أسد، أي كرة ليهم وترهم، أي كرة لين تشجيع تشجيع. إن شاء الله هنكسب الماتش ده، وإن شاء الله الضغوط والتوتر دوت يروح قدام منكم أسبوع. محمد شحاتة الله يرحم أبوك، أبوك خلف راجل، أنت كنت أرجل واحد في الملعب، كلكم رجالة بس أنت كنت أسد. شخصية، شخصية محمد شحاتة، شخصية. ربنا يحفظك، وربنا يخلي لك امك، وربنا يخلي لك اخواتك، وان شاء الله رب العالمين تكمل على خير، وان شاء الله كونفدراليه ودوري لابو محمد شحاته ومحمد صبري. ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله. كل الدعم للعيبه يا جماعه، كل الدعم للعيبه، كل الدعم للعيبه. اقفلوا ودانكم شويه من ناحيه اللجان. الحمد لله رب العالمين الاعلام مش واخد باله مننا. هو الاعلام في طريق الزمالك وسيراميكا وحكام مصريين ولا اجانب، ومين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر، ورجال الاعمال الحمد لله اللي هم بعيد عننا، خليهم دايما بعيد عننا، ربنا يعميهم عننا، ربنا ما يخليهم يتفرجوا علينا اصلا. الحمد لله، ده انا مبسوط انبساط غير عادي. ده لو كان الاهلي قسما بالله كان ليالي ملاح، بس الحمد لله احنا ما بنحبش كده اهو، نكسب في هدوء كده مع نفسنا، احنا بس اللي نفرح، مش عايزين حد تاني يفرح. ان شاء الله رب العالمين هنكسب يوم السبت، وان شاء الله يوم الاربعاء هتكون ختامها مسك باذن الله رب العالمين. سلام.